السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا دكاترة، عاملين ايه؟ هنشرح النهاردة محاضرة أخلاقيات المهنة، أخلاقيات مهنة وتشريعات يعني. تمام، بعنوان Ethics and Holistic Patient Care، اللي هو يعني الأخلاق والعناية الشاملة بالمريض. تمام، دي competencies دي تبقى اقروها يعني. احنا هنخش في الموضوع على طول، ودي outlines. تمام، ودي introduction برضه مش هنخش فيها، هنخش في الموضوع على طول. تمام، الأول definition holistic nursing care. ايه هو تعريف العناية الشاملة بالمريض؟ تمام، اللي هو العناية الكلية يعني. فهنا بيقول لك according to the American Association of Holistic Nurse، بيقول لك يعني بناء على اللي قالته الجمعية الأمريكية للتمريض، holistic nurse is defined as all nursing practice that has healed the whole person. بيقول لك يعني ان التمريض الشامل او العناية التمريضية الشاملة بيتم تعريفها على اساس ان هي ايه؟ الممارسة التمريضية اللي بتعالج الشخص ككل، اللي هو جسم الانسان ككل يعني، او مش لازم الجسم بس، كمان اللي هو النفسية كمان. as its goal as well as that state of harmony between mind body، اللي هو يعني وكذلك ايه؟ الحالة حالة التوازن بين العقل والجسم والمشاعر، العواطف يعني، او التعبيرات يعني. and spirit اللي هو الروح يعني. in an ever changing environment، وكمان وكمان تغيرات البيئة يعني. بعد كده بيقول لك برضو تعريف تاني هو the American Nurse Association officially recognize holistic nurse care. بيقول لك ان الجمعية الأمريكية للتمريض دي عرفت العناية التمريضية الشاملة officially، اللي هو يعني رسميا، على اساس ايه؟ على اساس بيقول لك holistic nursing has its one body of knowledge. بيقول لك ان التمريض الشامل بيكون عنده المعرفة الخاصة بيه والستاندرز، المعايير الخاصة بيه برضو للممارسة and evidence based researches، وكمان الأدلة المبنية على البحث. It is also known as the heart and the science of nursing care. بقولك كمان ان هي بتعتبر العناية التمريضية الشاملة دي تعتبر قلب التمريض او قلب علم التمريض. تمام، بعد كده goals of holistic patient care. ايه هو الاهداف من العناية التمريضية الشاملة للمريض؟ واحد، هيل، اكيد طبعا علشان العلاج، علشان الشفاء، ماشي. هيلب، المساعدة، and comfort to the patient، وكمان الراحة للمريض. اتنين، support and strengthens the internal healing، كمان علشان تدعم وتعزز الشفاء الانترنال اللي هو الداخلي يعني. forces of each person، اللي هو بالنسبة لكل إنسان يعني. 3، treat the person as a whole، اللي هو علاج الشخص كليا يعني. بايو، اللي هو حيويا، و فيزيكو اللي هو يعني بدنيا، واجتماعيا وروحانيا. تمام. 4، focus on prevention as possible، اللي هو التركيز على prevention اللي هو منع المرض يعني، as possible اللي هو يعني على قدر الإمكان. بعد كده key ethical principles for holistic practice، اللي هو المبادئ الأخلاقية الرئيسية لممارسة التمريض الشامل يعني. ايه هي المبادئ بتاعتنا؟ واحد، don't do to other as you want to be done by. بقولك يعني عامل الناس زي ما انت عايز تتعامل بالظبط، يعني عامل المريض دوت، حط نفسك مكانه يعني، واعتبر نفسك مكانه، وعامله بالظبط زي ما انت عايز حد يعاملك، ماشي. فهنا بيقولك it requires the practitioner to begin the patient. بقولك يعني هنا ان الموضوع ده بيتطلب ان الممرض او الشخص الممارس يعني لعملية العناية ديت يكون يحط نفسه مكان المريض، ماشي. and to ask yourself if the behavior would be desirable if you were on its receiving end. واسأل نفسك لو كان المعاملة اللي انت بتعملها له ديت هتكون مقبولة لو هو اللي كان بيعاملها لك. تمام. 2،
ask if it would be okay if everybody acted the way you plan to act. بقولك يعني واسأل نفسك لو كل شخص اتعامل بنفس الطريقة اللي انت بتتعامل بيها ديت هيكون في حالة كويسة ولا لا، او هيكون الناس في حالة كويسة ولا لا. ماشي. فبقولك this principle invites you as practitioner to ask yourself if your behavior would be good. بقولك ان المبدأ دوت بيخليك تسأل نفسك هل سلوكك دوت سلوك كويس ولا لا. ماشي. for society if it were universally adopted. وكمان اسأل نفسك هل هتكون ديت عادة يتكيف عليها العالم ولا لا، يعني حاجة مريحة بالنسبة للعالم ولا لا. بعد كده بقول لك the 8 pillars of holistic health and wellness. بقولك يعني ال8 أعمدة اللي بيقوم عليها التمريض أو العناية الشاملة والصحة. إيه هي ال8 أعمدة اللي بيقوم عليها؟ فهنا بقولك holistic health and wellness is sustained by 8 pillars. بقولك يعني إن العناية الشاملة ديت والصحة بتكون قايمة على 8 أعمدة. إيه هم ال8 أعمدة؟ أعمدة، معلش، 8 أعمدة. واحد فيزيكال اللي هو البدني، العمود البدني لازم تكون بتعتني بالبدن. والنيوتريشنال الغذائي لازم تكون بتعتني بالغذاء. ايموشنال وكمان المعاطف شيء مهم جدا. وسوشيال اللي هو المجتمع. وسبيريتوال اللي هو او سبيريتوال اللي هو الروحانية. وانتلكشوال الفكرية. وكمان الفاينانشال المالية او الحالة المادية يعني. and environmental اللي هو البيئة. هناخدهم واحدة واحدة بقى. أول حاجة الفيزيكال اللي هو البدني. فبيقول لك most people immediately think of exercise when they hear physical wellness. بيقول لك يعني إن معظم الناس أول ما بتسمع كلمة فيزيكال بدني يعني بتفكر في التمارين الرياضية. ماشي. regular physical activity is an important part of the equation that can't be ignored. بيقول لك ورغم دوت هو فعلا التمارين الرياضية جزء لا يتجزأ من الصحة البدنية الكويسة. ماشي. ولكن هنا بقى بيقول لك ايه تنويه يعني physical wellness also include appropriate sleep. بيقول لك ان كمان مش بس التمارين والاكسرسايز يعني هي اللي بتعمل جسم كويس، لا هي كمان لازم يكون في appropriate sleep، لازم يكون في نوم مناسب ودرجة نوم كافية ومش زيادة قوي. ماشي. وهايجينيك هايجينيك اللي هو يعني لازم يكون في درجة من النظافة برضو، دي بتتحكم في البدن في صحة البدن. and a healthy diet وكمان لازم يكون في نظام غذائي متوازن تمشي عليه علشان تحقق الهيلث الصحة يعني. تاني حاجة من اللي بيقوم عليها العناية الشاملة يعني هي النيوتريشن اللي هو الغذاء يعني الدايت او العناصر اللي انا باكلها طول اليوم يعني. فهنا بقول لك نيوتريشن is intimately tied to physical health. بيقول لك يعني ان النيوتريشن او الغذاء يعني مرتبط بشكل وثيق بالصحة البدنية. طبعا الغذاء اللي هو ايه على اساس مبدأ اللي بياكل على ضرسه بينفع نفسه. ماشي. فاللي هو ايه الغذاء طبعا جزء مهم جدا من الصحة البدنية. It is so important and must be represented by its own pillar. بقولك يعني ان هو مهم جدا ولازم يمثل موضوع الغذاء دوت يمثل عمود البدنية كامل. ماشي. This is especially true because nutrition must be personalized based on age. بقولك يعني ان دوت صحيح جدا لان المفروض ان الغذاء دوت لازم يكون قايم او يعني يكون شخصي على اساس العمر والجنس والانشطه مستوى الانشطه يعني والبادي كيمستري. بص على ابسط مثال خالص عشان يبسط لك الحته دي. بقول لك ان الغذاء لازم يكون قايم على مستوى ايه عمرك. يعني مثلا انت ما تكونش يعني تخيل مثلا طفل صغير لسه مولود يعني نيو بورن يعني، فانت اكيد مش هتاكله رز وكده، فلازم تكون بتاكله النيوتريشن الصحيح ليه لبن مثلا. والجنس كمان مش عارف هو ازاي الجنس ده ممكن النيوتريشن تاثر فيه، بس ممكن عشان الهرمونات وكده. اكتيفيتي ليفل وكمان مستوى الانشطه مستوى النشاط. فهتلاقي مثلا الرياضيين بيتغذوا بعناصر معينه، احنا بناكل اي حاجه وخلاص. ماشي. اند بودي كيمستري وكمان الكيمياء بتاعه الجسم. بعد كده العمود الثالث معانا هو الايموشنال العاطفه.
العاطفة طبعا جزء مهم من الويلنس، من الصحة. فهتلاقي هنا emotional wellness، أو أول حاجة قالها عن emotional إن هي wellness encompasses the ability to navigate your feeling. بقولك إن العواطف هي القدرة اللي بتشمل يعني القدرة على تخطي أو اجتياز المشاعر. This means identifying, assessing and effectively sharing those feelings with others. بيقولك إن هو دوت بيتضمن التحديد ماشي، والتواصل والمشاركة الصحيحة لهذه المشاعر مع الآخرين. بعد كده السوشيال، المجتمع. بالنسبة للمجتمع فأكيد طبعا الصحة بتاعتك بتتعلق بالمجتمع بشكل كبير جدا. على فكرة لو بتكلم بسرعة يا ريت حد ينبهني برضو، علشان أنا مش عايز أطول الفيديو، في نفس الوقت هو كده كده كلام بديهي يعني ومش محتاج، فلو في أي مشكلة يبقى حد يكلمني يعني. ماشي، البطارية تخلص. المهم يعني السوشيال قلنا الصحة مرتبطة بالمجتمع. فهنا بيقول لك social wellness is about connecting with others to form positive relationships. بيقول لك يعني ان الصحة المجتمعية بتدور حول التواصل مع الآخرين ماشي، علشان تشكل يعني علاقات إيجابية ماشي. and if this falter it's about dealing with any conflicts appropriately. بيقول لك حتى ولو كانت بتقابل يعني صعوبات او معرقلات، فدي بتعتبر بمثابة ايه، بمثابة صراعات لازم نتعامل معاها. بعد كده السبيريتشوال اللي هو الروحانية ماشي. فهنا بيقول لك the spiritual pillar will look different for everyone. بيقول لك ان بالنسبة لعمود الروحانية، فكل واحد بيبص لها من نظرة مختلفة. ليه بقى؟ because it is such as personal base of overall. بيقولك لأن هي عبارة عن جزء شخصي أو شيء شخصي يعني بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لكل واحد يعني. it will play a stronger role in one person's life. بيقولك إن هي بتلعب دور كمان كبير في، أو دور قوي في حياة الإنسان more than others depending on how each person defines it. بقولك إن هي بتلعب دور مهم جدا في حياة الأفراد بناء على تعريفهم ليها، يعني هي كده بتبقى مختلفة من فرد للتاني. بعد كده financial اللي هو المالية أو المادية يعني، أو الاقتصادية حاجة زي كده. فهنا بقولك to be financial well، علشان تكون في جيد من الناحية المادية is to live عشان تكون جيد في الناحية المادية يعني عشان تعيش within your means في حدود. بقولك علشان تكون جيد أنا قلت كتير ماشي، عشان تكون جيد يعني من الناحية المادية لازم تعيش في حدود إمكانياتك and plan for the future appropriately، ولازم تخطط كويس للمستقبل. it can be tough، ممكن يكون الموضوع بتاع المستقبل دوت صعب انك تخطط له، ولكن but small steps can pay off big time in the long term. بيقولك يعني ولكن الخطوات الصغيرة على المدى الطويل ممكن فعلا تعمل تغيير. محاضرة التنمية البشرية يا اخواتي. بعد كده environmental اللي هو البيئة المحيطة بيك أكيد بتأثر فيك. اوعى يكون التسجيل واقف، لا كويس شغال. البيئة المحيطة بيك أكيد بتأثر فيك صحيا. فهتلاقي هنا بيقولك environmental wellness is concerned with your immediate personal. بيقولك يعني إن الصحة البيئية بتتعلق بالناس المحيطة بيك ماشي and the large community where you live and work. بقولك وكمان بالمجتمع اللي انت يعني الناس المحيطة بيك والمجتمع الكبير اللي انت عايش فيه وكمان بتشتغل ماشي. ايا كان الكلمة اللي مش عارف اقولها دي. specifically ديت ممكن تكون بتتقال كده environmental wellness is determined by the والله بجد reciprocal relationship. بقولك يعني ان هي كمان بيتم تحديد الصحة المجتمعية او البيئية بتاعتك عن طريق العلاقات المتبادلة ما بينك وبين الافراد الاخرين and their environment وبيئتهم هم كمان يعني. بعد كده اخر عمود عندنا من الاعمدة اللي بيقوم عليها العناية الشاملة
بيقول لك الانتلكشوال. ماشي، انا خلاص الساعه شكلها جت 12 وانا لا 11 ونص، بس انا برضو لسه تعبان. المهم يعني intellectual اللي هو فكريا. فبالنسبه للفكريه بيقول لك intellectual الصحه الفكريه يعني intellectual wellness is strengthened by continually engaging the mind. بيقول لك يعني ان الصحه الفكريه بتكون بيتم تعزيزها يعني عن طريق المشاركه المستمره او اشراك العقل المستمر. يعني لازم تكون بتخلي عقلك هو اللي بيتحكم في كل تصرفاتك. ماشي، doing so can help build new skills اللي هو ممكن قدرتك على انك تخلي عقلك هو اللي يتحكم في كل تصرفاتك دوت بينمي عندك مهارات جديده ونوليدج ومعرفه ذات انسباير اللي هي بتقوم بالالهام يعني and challenge and help اللي هي يعني عباره عن الهام وتحدي وبتساعد الشخص علشان ينمو. ماشي، even simply engaging in intellectual stimulating conversation and diabetes. بقولك يعني وكمان المشاركة في او حتى لو كانت مشاركة يعني حتى لو كانت التفكير يعني او اشراك عقلك دوت بيكون في المحادثات والنقاشات البسيطة خالص. تمام، دوت ممكن يعزز البيلر دوت عندك او الجزء الانتلكشوال دوت عندك. بعد كده بيقول لك ethical guidelines for holistic practice. بيقول لك يعني الارشادات اللي هتتعامل بيها او الارشادات الاخلاقيه علشان الممارسه الكليه او يعني التمريض الكلي. مش عارف هم ليه مسميها براكتس، يعني كان ممكن يسميها تمريض على طول على فكره. ماشي، فهنا بيقول لك the value and law on which the practitioner. بيقول لك يعني ان احنا هنتعامل على اساس ايه؟ على اساس القيم والقوانين. اكيد يعني اي حاجه بتحكم اي مهنه اكيد القيم والقوانين. ماشي، should build holistic practice or لا، بيقول لك ان هو لازما تبني العنايه او الممارسه الشامله بتاعتك ديت او ممارسه التمريض عامه او العنايه بالانسان لازم تبنيها على عده حاجات. اول حاجه فيهم الكومبريشن اللي هو التعاطف. ماشي، اول حاجه طبعا التعاطف ديت حاجه مش هتتحاسب عليها قانونيا، ولكن حاجه انت وضميرك بقى. فبيقول لك كومبيشن او التعاطف. بيقول لك كومبيشن از ان امبورتنت بارت اوف نيرسينج. بيقول لك ان التعاطف جزء مهم جدا من التمريض طبعا، لان انت مش بتتعامل مع جماد. it fosters better relationship between nurse and their patient. بيقول لك ان هو كمان بيعزز العلاقه، التعاطف دوت بيعزز العلاقه ما بين الممرض والمريض بتاعه. moreover it gives the patient more confidence. بيقولك ان هو بيدي التعاطف دوت بيدي للمريض ثقة زايدة فيك in the care they receive او ثقة زايدة في العناية اللي هو هيتلقاها. determining facilitators of compassion are essential to holistic care. بيقولك ان المساهمين في التعاطف دوت ناس شيء ضروري يعني، او المساهمة في التعاطف ده شيء ضروري في مجال الصحة الشاملة او العناية الشاملة. بعد كده تاني حاجة عندنا بعد التعاطف هي mutual trust او الثقة المتبادلة. يعني الثقة المتبادلة لازم طبعا يكون في ثقة متبادلة بينك وبين البيشنت طبعا، لانه لازم نثق في الكلام اللي انت بتقوله، في العناية اللي انت بتقدمها له، في الجرعة بتاعت الدواء اللي انت بتكتبها له. فهنا بقول لك او مش انت اللي بتكتبها يعني it is important of build trust based relation and holistic approach in advance care. بيقول لك ان هو من المهم جدا انك تبني ثقة متبادلة بينك وبين المريض في نهج تقديم الرعاية. ماشي، facilitated by an open relationship. بيقول لك انه بيتم تسهيل دوت عن طريق العلاقات المفتوحة اللي بتقوم على الثقة ما بينك وما بين او ما بين الممرض يعني وما بين المريض. ماشي، دي كده الثقة المتبادلة. بعد كده respect for the patient's integrity اللي هو احترام سلامة المريض. ماشي، فهنا بيقول لك ensure that individuals seeking help from the healthcare system retained their dignity and integrity. بيقول لك يعني لازم تتأكد وتضمن حصول الأشخاص اللي بيحتاجوا مساعدة تمريضية أو الناس اللي جاية تطلب يعني العناية ديت، لازم تتأكد إن أنت تحافظ على كرامتهم وسلامتهم.
بعد كده رابع حاجة عندنا من الحاجات المبادئ اللي بتحكم المهنة يعني human rights اللي هو حقوق الإنسان. طبعا لازم تكون في حقوق إنسان، ماشي. إذا كان في حيوان مش هيكون في حقوق إنسان. فهنا بيقول لك universal declaration of human rights اللي هو إيه الحقوق العالمية المعروفة في المعروفة للإنسان يعني establishing the universality of human rights. بيقول لك اللي هو تم تأسيسها عن طريق أو اللي أسستها الحقوق العالمية للإنسان، ماشي. asserting the universality of human rights. وكمان لازم مؤكدا، أنا مش عارف كل دوت بيتكلم عن في الآخر عن حقوق الإنسان، مؤكدا الحقوق العالمية للإنسان asserting that these rights belong to everyone by virtue of their humanity. بقولك كمان ان انا لسه كنت بتكلم عن ايه، الحقوق ديت يعني الحقوق ديت بتكون لكل شخص، ماشي. اللي هو ايه فين الجزء دوت belong everyone اللي هي بتنطبق حقوق الانسان دي بتنطبق على كل شخص، ماشي، عن طريق الفضيلة والهيومانيتي الإنسانية يعني. بعد كده خامس حاجة عندنا من المبادئ اللي بتقوم عليها يعني الصحة أو العناية بتاعتك أنت للمريض trust and justice to the patient and society. بيقولك الثقة والجاستك العدل، لازم تكون عادل في إنك تقدم الرعاية لكل واحد بالإنصاف، ماشي. فهنا بيقولك it means fair treatment اللي هو الجزء دوت بيقصد بيه العلاج الفير اللي هو العلاج العادل، ماشي. and society العلاج العادل للأفراد والمجتمع also fair allocation of resource distribution. وكمان لازم يكون في عدل في توزيع الموارد، يعني انت مثلا لازم تكون بتدي لكل مريض الموارد اللي هو المفروض يستخدمها بعدل، ماشي. بعد كده سادس حاجة عندنا informed consent اللي هي الموافقة المستنيرة. يعني ايه؟ يعني لازم يكون المريض عنده استقلالية، لازم تعرفه الدواء دوت هيعمل فيه ايه، ولازم تعرفه العلاج دوت هيعمل فيه ايه، وايه هي المضاعفات بتاعته، فيكون هو عارف ايه اللي بيحصل، تمام، ايه اللي بيحصل قبل ما تاخد اي اجراء، مش هتعمله الاجراء دوت فتقول له ايه العائد عليه، ايه العائد ليه، وايه اللي هيحصل في الاجراء، وتسيبه هو يختار بقى هل تعمله الاجراء دوت ولا ما تعملهوش. فهنا بقول لك the concept of consent arises from the ethical principle of patient autonomy. بقول لك يعني ان الموافقة المستنيرة دي بتنشأ من المبادئ الأخلاقية للاستقلال المريض. يعني كل مريض بيكون مستقل بنفسه، انت اللي بتتحكم في الانسان، اللي الانسان دوت مخلوق حر، فانت مش هتفرض عليه ان هو ياخد اي عناية مثلا او اي حاجة، مش مجرد انت ما تقول له خد ديت هو ياخدها، هو لازم يكون هو عنده استقلالية and basic human rights. وكمان قايمة على حقوق الإنسان، ماشي. patient has all the freedom to decide what should or shouldn't happen to his hair. بقولك يعني his أو her body، يعني بقولك إن المريض بيكون عنده الحرية الكاملة إن هو يختار اللي هيحصل، اللي المفروض يحصل أو المفروض ما يحصلش لجسمه طبعا، ماشي. بعد كده الناشونال لاوز او القوانين الدوليه. القوانين الدوليه يعني القوانين اللي بتحكمك داخل الدوله بتاعتك. فهتلاقي هنا بيقول لك لاو بريسكريبد ماشي سكرايبد باي ذا government. بيقول لك يعني ان القوانين منصوص عليها بواسطه مين؟ بواسطه الحكومه، ماشي. to committed the individuals in the society علشان تلزم الافراد في المجتمع based on society's ethics اللي هو بتكون قايمه على اخلاق المجتمع دوت. لان بص القوانين ديت بتكون مختلفة من دولة للتانية، ماشي. فهتلاقي ان القوانين بتكون محطوطة في الدولة بالنسبة للأخلاق بتاعت الدولة ديت والعادات بتاعتها، ماشي. law are created and enforced by government. بيقولك يعني ان القانون بيتم صنعه وفرضه بواسطة الحكومة، ماشي. to mediate our relationship with each other. وكمان علشان تتوسط المعاملة ما بيننا والعلاقات يعني and to protect its citizens وعلشان تحمي المواطنين بتوعها.
بعد كده تامن حاجة عندنا هي confidently confidentiality ايا كان. it means السرية يعني بقولك it means او بيقصد بها يعني a moral obligation of individual اللي هو يعني الالتزام الأخلاقي للأفراد or organization أو للمجتمعات to protect interested information علشان تحمي المعلومات الموكلة. ماشي، يعني ايه؟ يعني هي مسؤولية انك تحمل السر او انك تحمل المعلومات الموكلة ليك. ماشي. of another ownership اللي هو يعني المعلومات ديت ما بتكونش بتاعتك انت، بتكون موكلة ليك يعني من اشخاص تانيين او من مالكيها. ماشي. duty to respect privileged information بيقولك انك كمان مجزم او يجب عليك احترام المعلومات السرية. ماشي، او منعها يعني من انها تنتشر. بعد كده confidently make a control on the personal information بيقولك يعني ان السرية ديت بتعمل سيطرة على معلومات الاشخاص، تمام، ما بتطلعش في اي حتة يعني. and secret that may be disclosed to others وكمان الاسرار اللي ممكن تكون مغلقة او ممنوع ان حد يعرفها. تاسع حاجة بقى من المبادئ اللي هي involvement of family and friends بيقولك ان كمان بتتضمن المبادئ، بتتضمن العيلة والأصدقاء. فهنا بيقولك family members and close friends significant consequences for the individual quality of care بيقولك يعني ان العائلة والأصدقاء المقربين ليهم عواقب وخيمة يعني في جودة العائلة كده. دولة الناس المحيطين بيك يعني. بعد كده in delivering health care the practitioner should بقولك يعني في لازما الممارس لمجال تقديم العناية دوت لازما يكون ملزم بالحاجات التالية. واحد give information regarding the purpose اللي هو إعطاء المعلومات الكافية للمريض على بناء على هدف طبعا. content ومحتوى بناء على معلومات هادفة وبناء على محتوى ومدة معينة والتكلفة كمان، التكلفة اللي هي بتاعت العلاج. ماشي. 2 build the practice on evidence كمان لازم يكون بيبني الممارسة ديت على الأدلة، يعني مش بيبنيها على، مش بيخترع هو من نفسه قوانين وبيمشي عليها، يعني مش بيركب الكانولا مثلا بالمقلوب ويقولك أنا اللي مخترعها، لأ هو لازم يكون في evidence يعني في مرجع يرجع ليه. ماشي. use methods that are validated اللي هو يعني بيستخدم الطرق اللي تم التحقق منها من قبل وبيتم استخدامها يعني وموثوق منها. ماشي. use methods on can master ولك استخدام كمان الاساليب استخدام الاجراءات يعني اللي انت بتعملها وفي كل اجراء لازم تكون ماستر اللي هو يعني ايه، لازم تكون متقن ليها. use methods that don't harm وكمان استخدام الاساليب اللي ما بتسببش اي الم او ضرر للمريض. place concern for the patient as paramount when trying out method بقولك يعني لازم تكون وانت بتستخدم طريقة جديدة لازم تكون حاطط القلق كايه كشيء ضروري، يعني لازم تحس بيه وانت بتعمل دوت عشان تكون ايه، تكون حريص يعني. بعد كده keep record 10 years that patient can read بقولك انك بتحتفظ بالريكورد اللي هو يعني بملف المريض بتحتفظ بيه 10 سنين، تمام، علشان المريض يرجع له في اي وقت يعني. بعد كده conduct research لازم تعمل اجراء بحث يعني ليه بقى develop and test new methods علشان تعمل ابحاث يعني علشان تطور الاساليب بتاعتك، تطور وتختبر الاساليب of diagnosis and treatment to high standard of quality research practice بقولك يعني ان احنا هنعمل بحث وتطوير في اساليبنا علشان اساليب التشخيص والعلاج علشان نعلي من معايير الجودة بتاعتها و quality الجودة برضو. ماشي. فهنا بقولك monitor and evaluate results وكمان مراقبة وتقييم النتائج بعد ما بتعمل بحث وبتجربه يعني لازم تراقب النتائج بتاعته. ماشي.
develop and improve one's practice، وكمان لازم تطور وتحسن من مهاراتك، ماشي. بعد كده use one's resources fairly، واستخدام الموارد بإيه؟ بعدل أو fairly. بعد كده بقول لك the practitioners relationship to colleagues should، بقول لك كمان العلاقة ما بينك وبين، ثواني نقفل النت دوت علشان الرسائل. بقول لك ان العلاقة ما بينك وبين الزملاء بتوعك في العمل لازم تكون قايمة على ايه؟ be respectful، اللي هو لازم تكون محترم، في احترام متبادل ما بينكم. 2 involve raising misconduct by other practitioner، اللي هو لازم تكون بترفع السلوك السيء عن الممارسين اللي هم زملائك يعني في المستشفى، ماشي. يعني ايه؟ يعني تنبههم عن سلوكهم السيء دوت، ده في اول حاجه مباشره يعني منك ليهم. بعد كده with them in caring way، secondly with authorities، اللي هو وبعدين لو ما استجابوش يعني لازم تبلغ السلطات، ماشي. بعد كده not express critic، مش عارف ايه الكلمه دي، ايا كان criticism ديت of colleagues in front of patient. بقول لك ما تنتقدش يعني الزملاء، يعني لو لقيت واحد زميلك مثلا مثلا بيركب الكانولا ولكن بيأذي العيان جامد، اللي هو ايه هو بيركبها صح ولكن هو بيسبب هارم، بيسبب ألم للعيان، فانت ما تنتقدهوش امام العيان، ماشي، علشان العيان هيقلق طبعا ويتوتر ويحس ان الراجل ده من الاخر ملهوش فيها جاي يتدرب عليه، ماشي. فما تنتقدهوش امام العيان يعني. بعد كده the practitioners relationship to college، هي يعني بنكمل العلاقات ما بينك وبين الناس في المستشفى يعني الممرضين. be transparent sharing and open assuming informed consent in patient matters. بقولك يعني لازم تكون شفاف، يعني مش لئيم، يعني بتشارك المعلومات بتاعتك ومفتوح دايما، يعني ايه؟ يعني مش بتخبي، ماشي. assuming informed consist of patient، وكمان لازم تكون بتعرف المعرفة المستنيرة للمريض، يعني لسه متكلمين عليها من شوية. بعد كده don't involve inappropriate influence، يعني ما تحطش نفسك في مواقف انت مالكش فيها، يعني ما يكون انت مثلا ما بتعرفش تدي حقنه فتيجي تقول لا انا اللي هعملها، فمثلا يعني اكيد مفيش ممرض ما بيعرفش يدي حقنه، فانا بقول مثلا لو في مواقف اكبر من كده بكتير يعني، وما تقحمش نفسك فيها وانت مالكش في الموضوع يعني. بعد كده in relations with patient the practitioner must not، بقول لك ان في ممارسه في اثناء الممارسه يعني او اثناء العنايه بالمريض لازما ما تعملش التالي: واحد disrespect the patient's rights to choose treatment life or death. بقولك انك لازم اوعى ما تحترمش رغبة المريض يعني او حقوق المريض في ان هو يختار اما العلاج او الحياة او الموت، ماشي. 2 don't assist actively in ending life، بقولك انك ما تشاركش يعني في ما تشاركش بنشاط في انهاء حياة في انهاء الحياة يعني. هو واضح، انا مش عارف الصراحة هو ايه ده، بس واضح انه في طرق انهاء حياة في المستشفى. بعد كده exploit or manipulate the patient economically physiologically religiously sexually or in any other way that consists of the patient doesn't free the practice، ايا كان الكلام ده يعني بعيدا عن كل دوت. فبقول لك اوعى تستغل المريض او تتلاعب بيه اقتصاديا او فلسفيا او دينيا او جنسيا او باي طريقة تانية يعني. بعد كده 4 promise to cure the patient، اللي هو يعني don't promise to cure the patient، اوعى تعد المريض بان هو انت هتشفيه، ماشي. or hinder the patient receiving help from others، او اوعى تمنع المريض من ان هو يتلقى مساعدة من اي حد تاني. بعد كده ethics and quality of care، ايه هي الاخلاق
quality of care اللي هو جودة العناية يعني. فهنا بيقول لك holistic health care should aim to deliver service with the same quality aims as those set by the World Health Organization. بقولك إن العناية الشاملة أو العناية الصحية الشاملة ينبغي إنها تهدف لتقديم الخدمة بنفس الجودة اللي وضعتها منظمة الصحة العالمية. يعني أنت لازم تكون بتتعامل على نفس الجودة أو بالستاندرز المعايير يعني اللي حاططها منظمة الصحة العالمية. The ways in which service quality involve many ethical matters. وكمان لازم تكون بتقدم العناية ديت متضمنا الأخلاق، ماشي. لازم يكون واخد بالك يعني من المسائل الأخلاقية to do with safety، وعلشان safety أو عشان تشتغل كمان بأمان. safety اللي هو إيه؟ أمان، اللي هو مش بتسبب خطر، ماشي، لا ليك ولا للمريض. و equality لازم يكون في إنصاف. و accessibility اللي هو قدرة على التواصل and user influence والتأثيرات المستخدم. تمام، ديت جودة الخدمة يعني بتنقسم ليه؟ لسيفتي اللي هو الأمان، equality الإنصاف، user influence تأثيرات المستخدم، و accessibility القدرة على التواصل. هناخدهم واحدة واحدة ويكون كده خلص الدرس إن شاء الله أو خلصت المحاضرة. هناخد أول حاجة الإكواليتي أو الإنصاف. فهنا بقولك equality is frequently defined as expression of social justice. بقولك إن هو في كثير من الأحيان الإنصاف دوت بيعتبر أو بيتم التعبير عنه بالعدل المجتمعي، ماشي. فالإنصاف بمعنى العدل الاجتماعي. It has to do fundamentally with a fair distribution. بقولك إن أنت لازما أو الإنصاف دوت لازما تكون بتتعامل على أساس التوزيع العادل للفائدة من from health and social development. لازم دي يعني تكون بتوزع الفائدة أو العناية ديت بإنصاف، ماشي، بالنسبة للصحة وتطور المجتمع يعني. It goes behind equality of access to health care. بيقولك كمان ان هي بتتجاوز موضوع التواصل دوت، ماشي. الانصاف يعني ملوش دعوه بالتواصل، يعني انت لازم تكون منصف في كل حاجه، ماشي. It calls for a response that are in accord with the needs of the individuals. بيقولك ان هي بتدعو للاستجابات اللي بتتوافق مع احتياجات المرضى، ماشي، الافراد يعني. in relation to the needs for all. بيقولك اللي بتتعلق بالاحتياجات الاحتياجات عامة يعني على كليا، ماشي. from the point of view health بالنسبة للاحتياجات يعني بناء على وجهة النظر الصحة، ماشي. equality والإنصاف can be defined in various ways. وكمان الإنصاف ده ممكن يتعرف بأكتر من طريقة. واحد equal resource expended for each individual. بيقولك إن هو الإنصاف مورد بيتفق مع كل شخص، ماشي. لازم يكون منصف مع لازم تكون منصف مع الكل، تمام. equal resource. بص، هو equal resource دوت اللي هو موارد متساوية لكل شخص، تمام. equal resource expended for each case of particular condition. بقول لك كمان لازم يكون في موارد منصفة أو متساوية تتفق مع كل حالة وحالة كل حالة خاصة يعني. بعد كده ممكن برضو equal access to health service. بقولك ان الانصاف بيساعد في خدمة الصحة يعني. equal quality of health care. وكمان الكواليتي يعني الجودة، ماشي. الجودة يعني المتساوية للعناية، ماشي. equal status of health for all. وكمان لازم أن يكون في حالات متساوية من الصحة للكل، ماشي. equal care according to needs demand equality. كمان بيقولك لازم أن يكون في عناية متساوية لكل بناء على الاحتياجات، ماشي. يعني لازم أن يكون في
لازم تكون بتقدم العناية لكل شخص محتاجها يعني بالطريقة المناسبة ليه يعني. تمام. بعد كده السيفتي اللي هو ايه، الامان. لازم تكون واخد بال برضو اجراءات الامان ديت اللي هو ايه، عشان ما تاذيش نفسك او تاذي العيان. ماشي. فهنا بيقول لك one of the most important ethical challenge is that in order to improve the society of the person. بيقول لك ان الامان دوت واحد من اهم الاشياء التحديات الاخلاقيه that in order to improve the security اللي هي موجودة علشان تطور أو تحسن السكيورتي الأمان بتاع الشخص. ماشي. the individual commitment of the professional and of the ايه دي institution. والله نعسان يا جدعان، والله نعسان. الساعة 12. ماشي. أنا بتكلم بقالي وقت يعني من الساعة 10:30. ماشي. فالمهم يعني بيقولك هنا ان موضوع الامان دوت بيتضمن الالتزام التزام المهنيين يعني الاشخاص اللي بيمارسوا المهنه يعني and of the والمؤسسات is necessary. بيقولك ان هو يعني الامان دوت بيتضمن المهنيين الاشخاص اللي بيشتغلوا يعني في المهنه والمؤسسات. ماشي. is necessary ضروري يعني ضروري ليهم. the challenge is to promote a safety within the organization in a way that will allow to avoid error as much as possible to improve quality of care. بقولك يعني ان هو تحدي موجود علشان نعزز السلامة بتاعة المنظمات. ماشي. في الطريقة اللي بتسمح لنا ان احنا نتجنب الاخطاء و اشمس as much as possible دوت على قدر الامكان يعني to improve quality of care علشان نوفر الجودة بتاعة العناية. ماشي. بعد كده يوزر انفلونس، ودي اخر حاجة عندنا. يوزر انفلونس ديت وفي المحاضرة ان شاء الله يعني. يوزر انفلونس يعني التأثيرات لا معلش لسه في التواصل دوت ما قبل الاخير يعني. يوزر انفلونس اللي هو تأثيرات المستخدم. فهنا بيقول لك quality improvement provide اللي هو تحسين الجودة بيوفر regulars and innovative approach بيوفر نهج صارم ومبتكر ل improving patient's life علشان يطور من حياة الإنسان المريض يعني in the healthcare system في نظام العناية الصحية. Still it can pose challenges in understanding what ethical consideration. بقولك ان هو ومع ذلك فانه يمكن ان تشكل تحديا اللي هو ممكن يشكل تحدي يعني موضوع فهم الاخلاق واعتبار الاخلاق يعني apply to minimize the possibility وكمان تقليل الامكانيات. ماشي. of patient harm or prevent other ethical وكمان علشان نمنع اخلاق الاخرين من الخطأ يعني and potential staff burden وكمان عبء الموظفين. دي كلها تحديات ممكن تقابل الموضوع دوت. وبعد كده اخر حاجه معانا فعلا بدي accessibility. accessibility ديت اللي هو عباره عن ايه، عباره عن القدره على التواصل يعني التواصل ما بين الناس يعني. فهنا بيقول لك equal delivery of health care service to everyone. بيقول لك يعني ان هو خدمة توصيل العناية الصحية او تقديم العناية الصحية يعني لكل شخص بغض النظر عن ايه، بغض النظر عن سلالته او جنسه او المكان اللي هو نشأ فيه. اخلاقيا health care provider and health care system should not discriminate. بقولك يعني اخلاقيا الشخص اللي بيقدم الرعاية الصحية دوت او نظام العناية الصحية لا ينبغي ان يكون عنصري ضد الناس يعني اللي هو ضد الافراد. ماشي. بيزنج اون يعني معتمدا مش لازم يكون عنصري، المفروض ما يكونش عنصري اعتمادا على الدخل بتاع الشخص دوت او عرقه او education التعليم بتاعه or gender اللي هو الجنس in the delivery of healthcare service في تقديم العناية الصحية. بعد كده دوت سمري اللي هو ملخص لكل اللي قلناه، وده معناه بالعربي علشان مش هقوله. واني كويستشن وثانك يو.
الحمد لله خلصت. يلا انا متاكد ومتيقن ان محدش هيسمع الجزء دوت، وعارف ان محدش هيوصل للحته دي. فبجد انا كل مره بقول في نهايه الفيديو حاجه كده محدش يعرفها، لان محدش بيوصل لنهايه الفيديو. اللي وصل هنا يكتب لي تعليق يعرفني ان هو وصل للحته ديت، وانا متاكد ان محدش بيوصل هنا الا بعض اخواتنا السودانيين، لان هم محترمين جدا وبيسمعوا الفيديو كامل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.